بصي يا دكتور، انا ماما حاصر عندها تهدل في وشها ورافضه تماما ان هي تعمل اي جراحه، هل في حلول؟ هو الحقيقه ان احنا طبعا مع السن بيبتدي الوش بيحصل فيه تهدل او بيترهل شويه، ممكن كمان بنفقد دهون، او اللي بيحصل ان احنا فعلا بنفقد طبقات معينه من الدهون في وشنا، فده والاربطه نفسها بتبتدي ان هي ما تبقاش ماسكه في اماكنها. وطبعا هنا التدخل لو تهدل فظيع قوي، فالتدخل الايديال او المثالي هو ان احنا بنعمل جراحه لشد الوجه. طيب في ناس كتيره بترفض الجراحه او بتبقى مش شايفه ان هي عايزه تعمل خطوه زي دي. هل في تدخلات ابسط ممكن ان انا اعملها وبرده تديني نتيجه كويسه؟ الحقيقه ايوه، في تدخلات كتيره، زي مثلا ان انا بحقن الفيلر بهدف الشد او الرفع. هو بيتحط في نقط معينه بنقول عليها ليفتنج بوينتس، او ان هو بيبقى بيرفع او بيساعد على ان يرفع الوش عن طريق بيتحط عند اماكن معينه عند الليجامنتس او الاربطه، او بتشد الوش نفسه. في طبعا بعد كده حاجات تانية زي ابر الكالسيوم او انواع معينه من محفزات الجلد بتتحقن بتتوزع في الوش نفسه، بحيث ان هي تعمل تحفيز للكولاجين وتشد البشره مع الوقت.